انا بلعب مزيكا ومبسوط. ده الاصل بقى، على الاصل دوت. احنا بنستناها مش الجمهور اللي بيستناها. الله. بتشاور لي كده، بتقول لي تعمل لي كده. المشكله بتبقى في ايه؟ انا بحس في حاجه غلط. بدب 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 ورا بعض كده. انا موجود اهو بقى. احنا طموحنا ملوش حدود بصراحه. وهم اللي بيعملوها بنفسهم، دي بتاعتهم بقى. عمرو دياب، محمد فؤاد، مصطفى قمر. تسعينات ايه وبتاع، احنا ناس كبار في السن يا عم، عايزين طرب. انا قلت لك لا يا احمد مش عايز الاغنيه دي يا جماعه الحاجات دي بتبقى مزعجه. انت قصدك على المهرجانات؟ دن 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 والخبط والحاجات دي كلها. الخيال ده هيوديني لسكه حلوه قوي. مش الحته الفنيه بتاعتنا خالص يا جماعه. تحس ان هي حد بيلقحها. غنى؟ طب ما ممكن اي حد يغني. مزيكا برضو اي حد ممكن يعزف، بس عندنا الكلام مختلف. تعال اعرفك ليه مختلف. احنا مش بنأدي بس، احنا بندرس اساس كل كلمه في الاغنيه، وكل نغمه مكانها المظبوط فين. هنخليك تعيش مغامره موسيقيه، هتلاقي نفسك عايش مع كل حته فيها. احنا عيله واحده اتجمعنا هنا في كورال تياترو على حب الفن. لو شايف نفسك عندك الموهبه ونفسك تنميها صح، انا مستنيك تيجي تنضم لينا. احنا بنكبر معاكم وبيكم. معاكم المايسترو احمد ابو صير، كورال تياترو. صاحبي يا صاحبي، انت اللي لوحدك شبهي. ده في ناس فكروش بتعبي، وفي ناس بتنسى تربي. صاحبي يا صاحبي، انت اللي مقوش قلبي، انت اللي ساندني وجنبي، وطول ما انت كتفي في كتفي نقدر عالدنيا، نقدر عالدنيا يا صاحبي. بودكاست مع رفعت. في أصعب الأوقات، في الكوارث، في الحروب، في الأزمات، حاجة شخصية كده مضايقاك، بتلاقي فيه صوت من بعيد جاي، وده اللي بيخلي الدنيا حلوة شوية. ده بيبقى إيه؟ الغنى. الغنى بقى هو اللي بيخلي كل واحد متسلطن، مروق، الدنيا حلوة. الحاجات دي بيصنعها ناس، الناس دي بتبقى خلف الكواليس، بس هي اللي بتخلي مودك حلو، هي اللي بتخليك فعلا قادر إنك تكمل، بتديك شوية حماس، بتخلي الدنيا معاك حلوة. الناس دي لازم نسلط الضوء عليها. من الناس دي واحد بيحب الفن جدا، المايسترو اللي معانا النهارده بيصنع الفن، بيعمل حالة حلوة وبيخلي الناس متسلطنة ومبسوطة، بيخلي الناس ترجع للزمن الجميل. كل حاجة معاه موجودة، التنوع هو سر الخلطة. اللي معانا النهارده المايسترو الكبير أحمد أبو صير. ازيك يا مايسترو، عامل ايه؟ لا ازيك يا رفعت، عامل ايه؟ طبعا هي مقدمة قليلة عليك، بس النهاردة هنتكلم معاك كده في شوية حاجات عن الفن، والفن ده بيمس كل الناس. النهاردة مبدئيا كده حابين نعرف يعني ايه كورال. احنا معانا كورال تياترو. كورال تياترو ده يعني كورال مفروض ان هو فني موجود في بورسعيد، بيعمل حالة فنية يمكن نادرا ما كنا بنشوف بورسعيد على الخريطة الفنية أصلا. انتوا بدأتوا كورال وعملتوا حالة فنية، وحابين نعرف كده من بالأول يعني ايه الفرق ما بين الكورال والحاجات اللي بنسمعها العادية الفردية. هو في الاول كلمه كورال دي ليها معنى كبير شويه. الكورال ليه كذا نوع وكذا شكل وكذا ترتيب، بس عموما الكورال ده بيبقى عباره عن مجموعه مطربين ومطربات، يعني من الجنسين، يعني ولد وبنت، يعني مجموعه كبيره. يعني المجموعه دي بتبقى لما بتتجمع مع بعض، مش شرط يكون له يعني يبقى مطرب بيرفكت، ولكن بيبقوا بيأدوا بشكل مظبوط شويه، ويجتمعوا مع بعض كلهم، بيطلعوا حاجه منظمه ومنسقة شوية، بحيث إنها تبقاش مثلا فيها نشاز على ودن المستمع، وفي نفس الوقت بيبقوا يعني متفقين على حاجة مع بعض. طيب مايسترو، بمناسبة الكلام عن الكورال، أنا دايما بحس إن الكورال فيه جزئية كده حماسية زيادة. يعني أنا لما بسمع الأغنية من شخص فردي لوحده عادي بتبقى حاجة، ولما بسمعها من كورال بحس إن أنا متحمس قوي، خصوصا لو حاجة كده. فإيه اللي بيخلي الموضوع مختلف في الكورال؟ التوزيع. المايسترو أو القائد اللي يعني بيقود الفريق ده لازم يكون عنده حس التوزيع. حس التوزيع ده ان انت ممكن تقسم الكورال في مجموعة تقول الصوت الغليظ اللي هو الباص، في مجموعة ممكن تقول الصوت اللي هو الوسط اللي هو الالتو، في مجموعة ممكن تقول العالي خالص اللي هو اللي بيسموه الصوت الرفيع ده بيبقى اللي هو السوبرانو. فاما بتسمع التوليفة دي كده مع بعض او المجموعة دي كده مع بعض تحس بدفى او بباور، بيبقى مختلف شوية عن السولو يعني. طيب خلينا بقى نتكلم عن كورال تياترو. احنا هنا في بورسعيد زي ما قلنا، يمكن المجال ضيق جدا، او الفن يعني اللي بيبقى عايز يعمل حاجة بيروح على القاهرة على طول. بدأت الفكرة معاك ازاي اصلا ان انت تجمع المجموعة دي كلها؟ هو في البداية خالص أنا من صغري كنت عضو في كذا فرقة موجودة في بورسعيد، يعني على مستوى الثقافة أو الشباب في يعني كذا مجال يعني. ولكن أنا بعد ما يعني كبرت شوية وحسيت إن أنا ممكن عايز أعمل حاجة لوحدي وحاجة تبقى مختلفة، يعني عايز أخرج عن الإطار اللي هو التقليدي المتبع بقاله سنين من أول ما بدأت مزيكا وقعدت
من فرقة لفرقة وعضو هنا وعضو هنا في الثقافة في حاجة تبع الشباب والرياضة. طبعا أنا حبيت إن أنا أعمل حاجة مختلفة شوية لوحدي، وحسيت إن أنا ممكن أأدي يعني بخيالي لوحدي. فبدأت إن أنا أكلم بقى أصدقائي وأقول لهم أنا بعمل فريق، بأسس فريق جديد كورال. هو الكورال ومعازفين، يعني بيبقى في عازفين معايا. فطبعا الموضوع يعني لقيته بيتطور بسرعة، والناس بدأت تحب تتحمس الموضوع. اكتر. فبس الحمد لله قدرت إن أنا أوصل لنتيجة تكاد تكون مرضية بالنسبة للناس هنا، بس لسه مش مرضية بالنسبة لي يعني. اكيد طبعا هي خطوات، واكيد مع الوقت الدنيا بتمشي شويه. الحمد لله. طيب انا حابب اعرف، هل كل الناس اللي بدأت معاك ما زالت مستمرة، ولا في ناس اتغيرت بقى وناس دخلت وناس خرجت؟ في طبيعي أكيد في ناس خرجت، وفي ناس يعني حبت إن هي تلتحق بفرق تانية. امم طب ده كويس، يعني انت اذا في ناس بدأت معاك وحبت الفكرة رغم ان هي ما كانتش مثلا موجودة عندهم، او يعني كانوا هم مثلا كويسين بس لسه بدأت الفكرة تحط على الطريق. طبعا هو في ناس حبت تاخد الموضوع كمهنة. احنا بالنسبة لنا هي هواية في اكيد. الأول وفي الآخر، هي مش مهنة خالص. احنا حاجة بنحبها وبنأدي فيها، ولكن لما بيبقى الفنان بيحس إن هو خلاص في ليميت معين عايز وصل له وعايز يعديه، فما عادش بيدي ينفع بالك. يبقى مثلا موجود هنا بس في بورسعيد أو حاجة زي كده. لا، هو عايز يسافر وعايز يشوف وعايز ينطلق، غير الناس بقى اللي عندها مصالح أو شغل أو حاجة زي كده بتقدر تمنعهم من مزاولة الهواية بتاعته. اكيد طبعا ده بيحصل كتير. فبيبعد عن الموضوع، وده غالبا ده اللي بيحصل، يعني مش شرط يبقى. ظروف الحياة. طيب أنا حضرت معاكم البروفا اللي إحنا حضرناها مع بعض. من خلال البروفا طبعا هيتعرض أجزاء منها وإحنا بنتكلم دلوقتي تمام. في خليط غريب جدا ما بين الناس اللي موجودة في الكورال، ما بين أطباء، ما بين محاسبين، ما بين ناس مديرين في أماكنهم، يعني ده، وما بين طلبة. يعني أنا برضه ملاحظ في سن صغير في سن كبير، ناس كبار في السن ممكن يكونوا معاشات مثلا، بس كله مجتمع على الفن. ازاي الخليط ده بيحصل؟ هو الخليط ده بيحصل عن طريق الثقة. لما يبقى في حد قوي في مجاله، يعني مثلا عازف أورج أو عود أو جيتار أو كمانجا، وتلاقيه مثلا دكتور، وأنا طبعا أنا اللي بقود الفريق. ما هي ده فهو برضه سنك الصغير ده برضه في وسط ده كله بيبقى فعلا. محتاج خبرة كبيرة شبه اللي عندك عشان يقدر ينسق ما بين كل ده. فعلا هو اللي بيبقى بيننا وبين بعض نوع من أنواع الثقة القوية. هو بيسيب لنفسه، بيقول لي وجهني، أنا عايز أشتغل بالخيال اللي أنت تقول عليه. فإحنا مشينا مع بعض بقالنا كام سنة مع بعض، فهو جرب خيالي، فعارف إن في الخيال ده هيوديني لسكة حلوة قوي. مهما كان العازف شاطر أو قوي أو موهبته قوية، بيحتاج توجيه. وغير كده إحنا العمل بتاعنا عمل جماعي مش فردي. حتى لو أنت شاطر وما عندكش الحس الجماعي أو العمل الجماعي، مش هتبقى شطارتك ليها قيمة. طيب كلمني شوية عن أنواع الغنى أو أنواع الموسيقى اللي انتوا بتقدموها. هل هي شرقي، غربي، كلاسيك؟ يعني في أنواع كتير، انتوا إيه أكتر حاجة بتميز الكورال عندكم؟ أكتر حاجة تميزني بيها الشرق. ده الأصل بقى، على الأصل دور. اللوجيك بتاع المصريين يعني، واللغة بتاعتنا اللي احنا بنعتز بيها طبعا، الموسيقى الشرقية والغناء الشرقي. ولكن في برضو في أبديت احنا لازم نمشي عليه. المستمع لازم يسمع كتير. فاحنا بنعمل الوجبة دي داخلها الغنى الشرقي، زائد شوية كلاسيك، زائد شوية مثلا غربي، ولكن برضو الطابع الأساسي اللي هو بيحكمنا كلنا طبعا الغناء الشرقي يعني. انا ملاحظ برضو ان من فترة كده او كل فترة حضرتك بتعمل اعلان ان انت حابب ان انت تضم ناس جديدة للفريق معاك، وده انا بعتبره مش فكرة انك بتكبر فريقك بس، على قد ما انت بتدي فرصة لمواهب جديدة ان انت تكتشفهم، وان هو يعني ممكن يكون عنده الحس بس ما عندوش اللي يوجهه. فبتعملوا ده وبتعملوه بشكل قوي جدا. احكي لي الحاجات اللي بتحصل من خلال الاكتشافات دي. هو طبعا أنا واحد من الناس اللي حد أخد بإيديها وقال لهم تعالوا. يعني أنا شفت ده في الناس اللي أنا بقول لهم تعالوا وانضموا ليا وأنا عايز أقعد معاكم وأمرنكم. دايما بيبقى الموهبة من غير تمرين بتبقى خلاص تعتبر بتموت. يعني خلاص الموهبة بتموت مع قلة التمرين ومع عدم مفيش استخدام ممارسة بقى. بقى، مفيش الكلام ده كله. فلما بتبقى الموهبة موجودة بيبقى الموضوع سهل عليا إن أنا أقدر أطور منها وأوصل لحاجة كويسة معاك في الآخر. وفي نفس الوقت طبعا ده هيصب في العمل الجماعي بتاعنا وفي الفريق. لو حتى ما خدناهوش في الفريق، دي إضافة قوية للبلد يعني لبورسعيد. النهاردة احنا بنحاول نخلي الموهبة تعدي مرحلتها بسرعة،
بحيث ان احنا ما عندناش حد، حاسين ما عندناش حد. مظبوط، وحتى زي ما هو بقول ده لك لو اللي عندنا حد بيروح يعني. ماشي، بس هو ده اللي متشاف من الناس العادية. لا، في مواهب كتير قوي، وبورسعيد ولادة، وفيها ناس كتير قوي 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 موجودة في جميع أنحاء الجمهورية، ومع أكبر مطربين الوطن العربي. فطبعا بتبقى البداية من هنا، من عند الحد ياخد بإيدك يقول لك تعالى وأمرنك أعلمك أوجهك. دي بتبقى حاجة كويسة أوي في المستقبل يعني. طيب بالنسبة لجزئية الهواية، احنا حتى حضرتك بتتكلم عن ان الجزئية بتاعة الكورال دي هي هواية مش بيزنس، انتوا ما بتشتغلوش بأجر زي ما الناس كلها بتعمل بند او حاجات زي كده. دي حقيقة. ده برضو بيواجه قدامكم صعوبات او بيحط قدامكم صعوبات في التمويل، في الفلوس، لان انتوا طبعا محتاجين مكان، محتاجين معدات، فطبعا ده كله تمويل ذاتي. المكان مثلا انتوا عملتوا حاجة مثلا معينة او حد دعمكم ان انتوا تقدروا تبقوا في مكان، فبالتالي قدرتوا ان انتوا تخلوا لنفسكم حاجة تقدروا تشتغلوا فيها مثلا؟ طبعا، في ناس كتير دعمتنا ووقفت جنبنا طبعا، وكمان احنا وقفنا مجهوداتنا الشخصية. يعني في حد مثلا قدر يوفر للمكان ان هو يوفر ديكور معين، جميل. انا حد قدر يوفر ادوات صوت، في حد قدر يوفر ادوات مكتبية عشان نقدر ننسق شغلنا ونكتب شغلنا وكده يعني. فطبعا مكان مجهود كله، يعني المجهود كله شخصي وذاتي، والحمد لله مفيش جهة بتمولنا بأي حاجة، الحمد لله، واحنا تمام قادرين نتخطى الحاجات دي كلها. طبعا اصعب حاجة في انك تتخطى زي ما بنقول ان انت تبقى مؤمن باللي انت بتعمله عشان تقدر تتخطى الحفلات الشهرية بقى. انا عارف ان انتوا عندكم حفلة كل شهر بتتعمل هنا، ودي يعني كلمني عنها اكتر. بتفرق معاكم ازاي؟ بتفرق في المستوى بتاع الناس؟ بتفرحكم انتوا داخليا؟ بتحسسكم بان انتوا بتعملوا حاجة فعلا وبتشوفوا ليها نتيجة؟ في جمهور بيتابعكم بيستنى الحفلات دي؟ مم. احكي لي عن الموضوع ده اكتر. طبعا الحفلة الشهرية دي احنا بنستناها، مش الجمهور اللي بيستناها. بنعمل بروجرام مختلف عن كل شهر، الجمهور بيبقى متعطش جدا للوجبة الفنية اللي جايه له، بس طبعا هي مرهقة شوية بالنسبة لبروفاتها، حوالي 20 يوم أو 25 يوم بروفات عشان نطلع حاجة تطلع يعني تليق بينا وتليق بمستوى السمعي للجمهور. بالنسبة طبعا للمتمرس أو الفنان اللي بيعمل بروفا، طبعا بتفيده، لأن هو كل شهر بيعمل حاجة شكل. يعني احنا في مرة بنعمل حفلة كلها طربي، أم كلثوم، عبد الحليم، فريد، محمد فوزي. الشهر اللي بعده ممكن نعمل حفلة تسعينات، عمرو دياب، محمد فؤاد، مصطفى قمر. فبتبقى يعني انت بتاخد من هنا وبتاخد من هنا وبتاخد من هنا. ممكن كمان نعمل شغل مسرحي. ده برضو كنت عايز اتكلم معاك فيه، التعاونات ما بينك وبين الكيانات التانية اللي ليها علاقة بالفن، ازاي بتعملوها ازاي مثلا؟ والله بص يا رفعت، انا ما كانش في دماغي خالص موضوع ان انا الحن، عايز اظهر في مجال التلحين. فانا كنت وانا صغير بلحن غنائي، يعني اي اغنيه عاديه كده ممكن الحنها، ممكن غنوه متلحنه تغير معروفه لحنها خالص. اغير لحن. واحد صديقي مخرج، يعني صديقي منذ الصغر يعني، فقال لي تعالى نجرب كده تجربه، عايزين نلحن المسرحيه دي. فقال لي طب ايه رايك نلحنها، وبعد ما نلحنها نعملها لايف بالفرقه والكورال. فقلت له الموضوع صعب، يعني ازاي تتحكم في إدارة الممثلين على المسرح في نفس الوقت الكورال والفرقة الموسيقية، وتحتاج تجهيزات قوية جدا. فالحمد لله ربنا قدرنا وعملنا التجربة دي بنجاح الحمد لله، واخدنا فيها درجة كويسة قوي، واتعلمت منها. أنا شخصيا اتعلمت منها كتير جدا جدا يعني، وكمان الفريق استفاد كتير في التجربة دي. إن هم وكانت الناس متحمسة قوي المرة دي. بيعملوا حاجة هم أول مرة يسمعوها، يعني مش أغنية مسموعة قبل كده أو معمولة قبل كده فبيتمرنوا عليها، لا دي حاجة متلحنة ومكتوبة وهم اللي بيعملوها بنفسهم، دي وهم بتاعتهم بقى. هم اول ناس يقولوها وكده، فكانت تجربه لذيذه جدا يعني. طيب من ضمن الحاجات اللي حصلت معانا في الفريق، اكيد احنا بنبقى واقفين على المسرح، بنبقى بنعمل مثلا بروفا، بنعمل حاجه، يعني ساعات بيعمل بروفا وحد يكون سامعك فيدخل الله وانت واقف على المسرح، حد برضو يعني مبسوط منكم بقى يعني اتسلطن قوي، فحصلت مواقف كوميدي. احكي لي شويه عن الحاجات اللي بتحصل. الصف الاول ده دايما لازم يكون فيه حاجه ملفته، فكان دايما كان في واحده ست كبيره كده، الحاجه كده يعني، بتحب تحضر الفرقه بتاعتنا دايما. بتستنى المواعيد بتاعتكم وانا جايه لكم. فدايما كنت انا وانا بشتغل ابص ادور عليها، فلفيت لقيتها قاعده بتشاور لي كده، بتقول لي تعمل لي كده. انا موجود اهو بقى. انا موجود اهو.
فقلت لها ازيك يا حاجه من بعيد كده، فعملنا اغنيه فمش فاكر والله غنوه ايه، بس ما كانتش راضيه عنها خالص. فسمعت كأن حد بيزعق وبيصوت، انا قلت لك لا يا احمد مش عايز الاغنيه دي. فطبعا احنا يعني بنحب نراضي طبعا الجمهور وبنحب نراضي الناس كلها، وانا عملت لها الاغنيه اللي هي عايزاها والله، عشان يعني ما هتقلب لي الدنيا بعد كده في اي حفله هتستناني بقى. وانت بتتقبل الحاجات دي برضه، الحته دي بتبقى صعبه فنيا على بعض الناس، موضوع تقبل النقد بتعمل ايه في الجزئيه دي، خصوصا ان انت بتبقى لايف؟ الفرق ما بين الممثل سينما او تلفزيون عن ممثل المسرح بيبقى مختلف طبعا. اللي بيغني حاجه مسجله ممكن حد ينتقده فقشطه خلاص هي عدت، لكن انت على المسرح انت بتسمع النقد لايف، فبتبقى حاسس ايه، ولا الناس اللي معاك بتسيطر عليهم ازاي؟ ما ده انت مش لوحدك، حتى لو انت بتعرف تسيطر على نفسك الناس اللي معاك بتعمل معاهم ايه؟ انا ما عنديش مانع لاي حد بينقد بس بشكل محترم، لان برضو النقد بتاعهم ده انا ما بيعديش عندي بالسلام كده، لا. طب انت بتعرف تفرزه ازاي؟ ما هو اكيد برضو مش كل النقد بناء، مش كل النقد اصلا يستاهل انك تسمعه مثلا. والله احنا منظومه، عندي اكتر من دماغ بتفكر، انا مش لوحدي، فبقعد معاهم مع الناس اللي هي بثق في رايها اذا كان فنان او رايه مجتمعي يعني. فبنشوف الرأي ده اللي اتقال في حقنا كانتقاد، هل فعلا احنا محتاجين نصلح الجزئية دي فعلا، ولا ده طالع من شخص هدام وعايز يعني يوقعك وخلاص، او يدمر نفسيتك، او عايز طاقتك تقل. فاحنا بنراعي ده، بناخد بالنا من كل حاجة، بناخد بالنا من كل كلمة. حتى على الفيسبوك لما نيجي ننزل فيديو جديد، في ناس بتكلمنا تقول احنا عايزين كذا، لا احنا كنا محتاجين المرة الجاية كذا. في حد تاني بقى ممكن يخش يقول ايه ده، اصل ده لابس تيشيرت مش انت عارف مش الحته الفنيه بتاعتنا خالص يا جماعه لا، هو انتوا. بيبعد كده عن النمط اللي احنا بندور عليه او النقد اللي احنا بندور عليه. انا ساعات بدور على النقد ده مم. عشان اصلح من نفسي لو في حاجه يعني. طيب احنا بما اننا اتكلمنا شويه عن النقد، احنا بنتكلم برضو عن المنافسه. شايف فكره الكورال في مصر بدات تنتشر شويه تاني مع دخول السوشيال ميديا، فالنهارده مثلا بنشوف كورال كذا كورال كذا. المنافسه دي احكي لي عنها شويه كده، بس من غير ما تكون متضايق من اللي لا لا، بيحصل هي فيها. هي حاجه تفرح بالعكس. انا مبسوط قوي ان في كذا كيان تواجد مؤخرا في بورسعيد عن طريق فكره الكورال. الموضوع حلو قوي، مغذي للروح اكتر. شايف ان ده ادالكوا دفعه للامام ان انتوا تشتغلوا اكتر وتعملوا حاجات اكتر ادالنا دفعه، كلنا هنكبر، مم. كلنا هنكبر وكلنا هنستفيد من بعض. وانا بشوف حد بيجتهد، اذا كان شاب صغير في السن او حد كان موجود من بدري وبيشتغل وبدأ يطور من نفسه، دي حاجة حلوة جدا تفيد البلد قوي يعني. طيب هل التعامل ما بين الكورال وما بين أي مؤسسة مثلًا بتحب إنها تتعاون معاك، وهل ده بيبقى سهل، والّا أنت بتحس إن الموضوع بيبقى محتاج تنظيمات كتير وحاجات ممكن يعني تبقى تصعب على أي حد أو أي كيان ما بيكونش عنده دعم مادي إنه يدخله؟ هل لازم يبقى في دعم مادي عشان تعملوا خطوات بعد كده، والّا الموضوع متاح بالخبرة أو بالموهبة بس؟ لا، هو غالبا مبقاش محتاج دعم مادي خالص. أي كيان مؤسسي موجود في بورسعيد هنا ما بيحتاجش دعم مادي خالص مننا احنا على الأقل، وبيحتاج دعم مادي مثلا من المؤسسة نفسها اللي طلبونا إن احنا نعمل لها حاجة. هو غالبا احنا بناخد اللي هو المعدات الصوت بس، اللي هي بتبقى حد بيجيبها لنا، واحنا بنحب نشتغل على المنظومة دي بس، يعني تكون حاجة تنفعنا في شغلنا. بالضبط، يبقى عندهم على هم المكان والحاجات الصوت اللي هتقدر إنكم تشتغلوا. انما الامور الباقيه كلها سهله، لان احنا عامه الموضوع بالنسبه لنا زي ما قلنا في الاول خالص ان هو مش بيزنس خالص، هو مجرد موهبه واحنا بننميها وبنحاول ناخد منها صوره محترمه نقدر نرفعها عشان الناس كلها تشوف بلدنا بشكل حلو يعني. طيب خلّينا نتكلّم قبل ما نختم على الجزئية الخاصة بالطموح. أكيد أنتم كفريق عندكم طموح ومعاكم يعني ناس كبيرة في المقام، حتى مش حتى لو صغيّرين في السِن بس كبار في المقام وفاهمين هُم بيعملوا إيه وحابين اللي هُم بيعملوه. أكيد بتقعدوا مع بعض كده بتقولوا إحنا يعني طموحين لإن إحنا نعمل كذا، كذا أو نوصل لكذا. إيه الحاجة اللي أنتم بتطمحوا ليها حتى في المدى القريب؟ احنا طموحنا ملوش حدود بصراحه، يعني احنا طماعين شويه في حته الطموح دي. حلو. عايزين نسافر برا مصر عشان حاجة واحدة، نعرض ثقافة مصر قدام العالم برا. الثقافة الفنية الموسيقية الغنائية مؤخرا محتاجة دعم جامد، مش مني أنا بس أو من بورسعيد بس، محتاجة دعم من جميع المحافظات كلها، لأن في برضو تيار معين كده طالع لا يمت الفن بصلة. للأسف. وللأسف كمان صوته عالي قوي. مضبوط. فاحنا
السلاح الوحيد اللي نقدر نواجهه بيه ان احنا ننشر فننا المحترم، نسافر ونعرض ونوري الناس اللي بره مصر ان مصر مش كده. لا، مصر يا جماعه فيها موسيقى وفيها غنى وفيها مطربين وفيها عازفين، فيها ناس قويه جدا جدا، مش شرط تكون معروفين على السوشيال ميديا، لا، في ناس قويه جدا ومش معروفه تحت خط كده. انا بلعب مزيكا ومبسوط ومش عايز حد يعرف عني حاجه ولا كده، ومكتفي بده. فطبعا طموحنا في الحته دي ملوش حدود اكيد. طيب بما ان احنا كنا هنختم وقلنا على موضوع الطموح، فانت دخلت في حته انا محتاج اتكلم معاك فيها شويه. انت النهارده مايسترو، يعني انت أه. النهارده راجل يعني بتعرف يعني ايه موسيقى، تعرف يعني ايه فن، م. تعرف يعني ايه غنى. م. ودانك دي لما بتسمع حاجه يعني بتعرف دي عامله ازاي، الحاجات اللي صوتها عالي والدن دن دن والخبط والحاجات دي كلها، اما بتسمعها بحكي لي من جواك بيبقى عامل ازاي؟ انت قصدك على المهرجانات؟ هو انت بص، انا مش عايز اقول انا قاعد الف وادور في السؤال، مش عايز اقول مهرجانات، بس بما انك قلت بصراحه احكي لي شويه بقى، بتحس بايه وانت بتسمع الرزع اللي بيعملوه ده؟ انا ما بحبهاش والله، بس ساعات الجمهور بيحبها، في حاجات معينه الجمهور بيحبها. ما هي المشكله مش في الموسيقى، ولا المشكله بتبقى في الكلمات، ولا المشكله بتبقى في ايه؟ انا بحس في حاجه غلط. هي مشكله في التوزيع، يعني الالات المستخدمه، الاله المستخدمه في التراك ده بيبقى آلة بقى اللي هي ايه، حرب، خناقه. فيها دب 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 ورا بعض كده. فاحنا ممكن نبقى الكلمتين اللي متقالين جوه المهرجان ده كلمتين حلوين، يعني ممكن يبقوا ايه، كلمتين حب، كلمتين، بس هو اللي مخلي الموضوع كده الخناقه اللي حصل. الدب والرزع اللي هو في الموضوع ده. احنا ممكن نعملهم بشكل تاني، يعني ممكن نوزع الموضوع بشكل ليفل باور اقل شويه، والشباب والبنات يغنوه بشكل حلو، مش بشكل مبالغ فيه زي ما هو بيتقال كده اكيد في طبعا. المهرجان، فبيطلع شكله لطيف في الاخر يعني. جربته قبل كده في عملنا حاجه زي كده. حاجه اه، كنتش لا عايز دي اقول والله. دي ده بس اكيد كان ليها روح تانية لما انت عملتها. كانت كان حاجه مثلا، اكيد انت اخترت طبعا حاجه كلماتها حلوه وانت لحنتها بشكل لطيف اه وعملت لها توزيع فخليتها في حته تانية خالص. هي كانت لذيذه، بس كانت تحس ان هي حد بيلقح على حد. مايسترو، احنا النهارده معاك وخبرتك كبيره جدا، وتطرقنا لحاجات كتير واتكلمنا عن خبرتك بقى في الموسيقى من وانت صغير، واتكلمنا عن الموسيقى لما كبرت وعملت الفرقه وجبت ناس من هنا وجبت ناس من هنا. النهارده انت بتقود مجموعه كبيره ما بين اعمار مختلفه، فانت النهارده رحت حفله وعامل بروجرام معين. احنا النهارده اتكلمنا ان في حفله بيبقى فيها بروجرام للتسعينات، مره للحاجات القديمه للكلام ده. رحت حفله ولقيت الناس هناك قالت لك لا 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 تسعينات ايه وبتاع، احنا ناس كبار في السن يا عم، انت هتقعد تعمل لنا محمد ما عايزين طرب. مم. بتعمل ايه في التوقيتات دي؟ حصل. ايه بقى اللي حصل؟ حصل احكي لي. حقيقة فعلا. ايه اللي حصل؟ هو احنا عندنا رصيد كامل متكامل، احنا بقالنا بالظبط 3 سنين، فالثلاث سنين دول احنا اشتغلنا فيهم 24 ساعة شغالين، بنعمل جديد 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 جديد، بنطلع المطرب الواحد بنطلع له بالست 7 اغاني. فجينا في وقت زي كده، ده الكلام ده كان قريب تقريبا من كام شهر كده. كنت يعني محضر ايه اللي كنتوا المفروض هتقولوه وغيرتوه لايه؟ احنا كنا محضرين ببروجرام عادي جدا، يعني طربي على جديد على مودرن على كل حاجه، حاجه يعني منوعات. وجبه دسمه زي ما قلنا قبل كده. فاتفاجئنا ان عايزين برنامج وطني. وطني؟ لسه ليه بس؟ ده موضوع مختلف تماما. ده الوطني اصلا بيبقى فيه حاجات، وتبقى لازم بقى كل واحد مستعد لان بيبقى فيها حماس مختلف. في تحضيرات جامده جدا طبعا. وعملت ايه وقتها؟ الحمد لله قدرنا نعمله في 3 ايام تقريبا. ده وقت قياسي، وفكره ان انت تعرف تبرمج الناس ان هي تبقى متقبله للتغيير السريع ده. اللي بيأمن ده التدريب المستمر، احنا بنتمرن على طول بشكل مستمر، ما بنقعدش خالص. فالحمد لله يعني قدرنا نعدي الموضوع بسلام، وطلع الحمد لله رب العالمين بشهادة الناس اللي عرضنا عندهم، يعني كانوا مبسوطين جدا يعني. فطبعا دي كانت حاجة طريفة، بس لو حد تاني مكاننا كان ممكن يحصل خلل يعني. انا كنت هختم، بس في حته كده انا حابب ان انا اسمعها منك. قول كلمه للفريق بتاعك، الناس اللي بتتعب معاك دي، انا حابب اسمع منك كلمه ليهم. والله الفريق ده يعني ثمرة اجتهادي في كل السنين اللي فاتت دي كلها، يعني انا حاسس ان دي مكافأة من ربنا على تعبي، ان يبقى معايا ناس بيحبوني وبحبهم كده. احنا مجتمعين مع بعض، لا مادة جمعانا ولا فلوس ولا غنى ولا حاجة. على فكرة الموضوع كله حب وثقة، ويعني هم كمان يعني طيبين جدا ومحترمين جدا. فتحس ان انت ايه، اي وقت بتبقى قاعد معاهم عايز تدعي لهم، عايز تقول يا رب حد يطلع منهم، حتى لو مش معايا يا رب يطلع لوحده كده يبقى نجم لوحده، مم. حتى لو مش معايا يعني، حتى لو مش معايا
فطبعا دول ربنا يحفظهم والله، وانا بحترمهم جدا جدا. الاصغر مني بحترمه والاكبر مني استاذي طبعا على راسي والله. طبعا انا كنت اتمنى منهم ناس كتير تبقى معانا، بس طبعا الحلقه يعني مش هتسعهم كلهم في حلقه واحده، لانه كلهم اكيد عندهم كلام كتير. بس طبعا احنا هنغطي ان شاء الله حاجات ليكم في الايام الجايه ان شاء ان الله، شاء الله. ناس مجتهده وناس مميزه. احنا النهارده كنا بنتكلم عن الغنى وعن الحاجات الجميله اللي ممكن تكون موجوده من ورا الغنى. النهارده فريق كورار تياترو احنا شفنا الدهاليز اللي كانت موجوده جوه الفريق، ازاي الفريق اتعمل، ازاي الفريق بيشتغل، ازاي ان هم بيحبوا الفن ده. وفي نفس الوقت شفنا من خلال الحلقه والمونتاج بتاعنا بعض الحاجات اللي هم عملوها، وان شاء الله هنسيب على الصفحه عندنا بعض الفيديوهات ليهم للشغل المميز جدا اللي هم بيعملوه. وطبعا الايام الجايه هيبقى في شغل مميز اكتر ليهم الايام الجايه، احنا برضو هنتابعه. احنا ان شاء الله هنبقى مع بعض الايام الجايه، والفريق ده مش اول ولا اخر لقاء، ان شاء الله هنبقى مع بعض. بنشكر جدا الماسترو احمد ابو صير، ان شاء الله نبقى معاكم الفتره الجايه، وشكرا وتابعونا في بودكاست معرفة. سلام.